السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن التمبلت ميثود. وعشان نفهم التمبلت ميثود خلينا اول حاجة نشوف الديفينيشن بتاعه. الديفينيشن بيقول تمبلت ميثود is a behavioral design pattern. اول حاجة ان هو من نوع البيهيفيرال ديزاين باترن، واحنا قلنا ان البيهيفيرال ديزاين باترن بيهتم بتنظيم سلوك الاوبجكتس وطريقة تفاعلهم بشكل منظم بحيث ما يكونش موجود عندي الهاي كابلنج. تمام. بعد كده بيقول that defines the skeleton of an algorithm in a superclass but lets subclasses override specific steps of that algorithm without changing its structure. طب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان انا بيبقى موجود عندي سوبر كلاس. السوبر كلاس اللي موجود ده بيكون فيه عمليه مكونه من عده خطوات. يعني في الكلاس السوبر كلاس ده في عمليه بتبقى مكونه من عده خطوات. الخطوات دي نفسها اللي بينظمها السوبر كلاس، ولكن في التنفيذ السوبر كلاس ما بينفذش كل الفانكشنز او كل الحاجات اللي جوه السوبر كلاس، بيسيب بعض الميثودز ينفذها السب كلاسز نفسهم. فبيقول لك ان بطلت سب كلاسز اوفر رايد سبيسيفيك ستيبس، ان هو بيخلي بعض الميثودز ياخدها السب كلاس وينفذها هو بطريقته، ولكن الهيكل نفسه او الترتيب نفسه بيكون من السوبر كلاس. السوبر كلاس بينفذ الحاجات الاساسيه او الرول الاساسيه اللي موجوده اللي مشتركه بين كل السب كلاسز، ولكن لو في حاجه متغيره يقدر ينفذها كل سب كلاس بالشكل المناسب ليه بيسيبها للسب كلاسز تنفذه. زي المثال اللي موجود عندي هنا، انا عندي الاولاني ده اللي في النص ده اللي هو السوبر كلاس اللي موجود عندي زي ما يكون في عنده هيكل فوق، فهم اما عملوا انهيرت من السب كلاس دول خدوا الهيكل نفسه، ولكن الميثودز اللي هي 1 و 2 و 3 كل واحد منهم خد الميثودز دي او الابستراكت ميثود دي وراح اداها الامبلمنتيشن بتاعها بشكل المناسب ليه هو، مش من السوبر كلاس. هو خد نفس الهيكل بس في بعض الميثودز راح هو عمل لها الامبلمنتيشن بالطريقه الخاصه بيه. طيب عشان خاطر برضه توضح معانا بشكل اكبر، لو احنا جينا بصينا اليو ام ال اللي معانا، احنا معانا في ريبورت. الريبورت ده الداتا اللي بتجي لي هي داتا واحده. الداتا الواحده دي انا ممكن اطلع منها كذا فورمات، اللي هو زي الوورد او البي دي اف او الاكسل. في عندي كذا فورمات، ولكن اول حاجه لو احنا جينا بصينا هنا الفيتش داتا، انا بجيب الداتا هي بطريقه واحده بجيب بيها الداتا، ولكن الفورمات نفسه واللي هو الدو اكسبورت اللي انا اطلع بطريقه وورد او اكسل او بي دي اف دي طريقه مختلفه. وبعد كده انا عندي لوج واوديت، الاثنين دول برضو هم مشتركين مع كل السب كلاسز اللي موجوده عندي. فانا لما اجي اعمل امبلمنتيشن باخد اول حاجه الفيتش داتا واللوج والاوديت بنفذهم على مستوى السوبر كلاس، وبعد كده اللي هو الدو اكسبورت والفورمات بروح انفذهم على مستوى السب كلاسز، لان هم كل واحد ليه شكل مختلف في التنفيذ او ليه الامبلمنتيشن بتاعه المختلف في التنفيذ. بدل ما انا اروح اعمل الكلاسز دي كلها اجي في الوورد اكسبورتر واجي في البي دي اف اكسبورتر واجي في الاكسل اكسبورتر اكتب كل الميثودز اللي موجوده عندي، اللوج والفيتش داتا والاوديت وكلهم متشابهين، لا انا بطلعهم في سوبر كلاس وانفذهم على مستوى السوبر كلاس، واجي في الحاجات اللي انا هغيرها اخليها على مستوى السب كلاس نفسها. فهو ده التمبلت ميثود. وعشان خاطر برضه يوضح معانا بشكل اكبر خلينا نشوف المثال العملي اللي معانا. لو احنا جينا بصينا للابلكيشن اللي معانا، اللي هو اول حاجه انا عندي كلاس اسمه ريبورت. الكلاس ده فيه اللي هو التايتل، بعد كده انا عندي البي دي اف اكسبورتر، في ميثود اللي هي الاكسبورت، بعد كده بيقول لي ان هي اكسبورتنج ويديله التايتل ويقول لي ان هو تو بي دي اف، وبعد كده بيقول فيتشنج داتا وفورماتنج از بي دي اف وسيفنج بي دي اف واللوجنج والاوديتنج. طيب لو احنا جينا بصينا بعد كده في عندي الاكسل اكسبورتر برضه نفس النظام، اكسبورتنج والتايتل وتو اكسل هيحولوا الاكسل، وبعد كده الفيتشنج داتا والفورماتنج والسيفنج واللوجنج نفس النظام والاوديتنج نفس النظام. طيب بعد كده لو انا جيت في عندي وورد اكسبورتر، الوورد اكسبورتر هنا نفس الحاجات، اكسبورتنج لوورد والفيتشنج داتا والسيفنج وورد والفورماتنج از وورد، وبعد كده اللوجنج والاوديتنج. لو احنا جينا بصينا على الثلاثه كلاسز دول هتلاقي عندي ان اللوجنج والاوديتنج والفيتشنج داتا الثلاثه دول متشابهين جدا، الثلاثه شبه بعض. فانا هنا المفروض بدل ما اروح اكررهم في الكلاسز كلهم، المفروض ان انا اعمل سوبر كلاس، ومن خلال السوبر كلاس دول احط فيهم الامبلمنتيشن بتاع الثلاثه دول في السوبر كلاس، وبعد كده اللي هو السيفنج والفورماتنج والاكسبورتنج تو وورد او بي دي اف او كده احطهم في السب كلاسز. عشان خاطر لو انا جيت دلوقتي غيرت في الفيتشنج داتا، المفروض ان انا هروح اغير في الثلاثه. لو انا غيرت اللوجنج او الاستراتيجي بتاع اللوجنج بتاعي او الاوديتنج بتاعي، محتاج ان انا اروح اغير في الثلاثه. فلما جينا هنا في البروجرام كلاس وجينا عملنا ران، فعمل لي هنا اكسبورتنج
للوورد واكسبورتنج للبي دي اف والاكسل، وكل واحد احنا قلنا الفيتشنج داتا نفس الفيتشنج داتا، واللوجنج والاوديتنج الثلاثه نفس بعض. عشان خاطر اعملهم بالتمبلت ميثود وان انا اوحد عندي الحاجات المتشابهه في السوبر كلاس وبخلي الامبلمنتيشن بتاعي المختلفين في السب كلاسز، خلينا اول حاجه نيجي هنا نعمل نيو فولدر نسميه تمبلت ميثود. بعد كده هنيجي نعمل هنا كلاس جديد هنسميه ريبورت اكسبورتر تمبلت، ريبورت اكسبورتر تمبلت. طيب بعد كده اقول له هنا بابليك، وده هنخليه ابستراكت كلاس. واجي هنا انا اول حاجه عندي هنا، اول حاجه انا عندي الفيتشنج داتا وعندي اللوجنج والاوديتنج، دول ثابتين هيبقوا على مستوى البيرنت كلاس. تمام. اول حاجه هنا اقول له بروتكتد، واقول له فيرتشوال وفويد، وبعد كده اقول له فيتش داتا، واجي هنا اقول له ريبورت، واجي هنا ارجع له بس اقول له كونسول دوت رايت لاين، واقول له هنا فيتشنج داتا. دول هيبقوا على مستوى الابستراكت كلاس او البيرنت كلاس. بعد كده انا عندي برضو اللي ثابت اللي هو الاوديت، اقول له برضو فيرتشوال فويد اوديت، واجي هنا اقول له ان الريبورت، واجي ارجع له برضو كونسول دوت رايت لاين واقول له اوديتنج. طيب ممتاز جدا لحد هنا. بعد كده احنا قلنا اللي ثابت معانا اللي هو اللوج، هاجي هنا برضو اقول له بروتكتد، واقول له فيرتشوال فويد، واقول له لوج، واقول له هنا كونسول دوت رايت لاين واقول له لوجينج. طيب ممتاز جدا لحد هنا. فانا هنا حطيت كل الثوابت اللي موجوده عندي في الابستراكت كلاس، وبعد ما حطيت الثوابت اللي موجوده عندي في الابستراكت كلاس عملت لهم امبلمنتيشن عندي هنا. طيب انا عندي في ميثود كمان اللي هي الهيدر، هتتغير فيها جزء بس اللي هو ده. انا عندي هنا اكسبورتنج، وادي له التايتل اللي موجود عندي، واقول له هنا تو اكسل او تو بي دي اف او تو وورد. فهاجي هنا برضو اعمل ميثود، اقول له هنا بروتكتد، واقول له string protected، واقول له virtual، واقول له string، واقول له get header، وادي له برضو الريبورت، واقول له ريبورت. واجي هنا هقول له بس return، واخد نفس اللي موجود عندي هنا، واخده كوبي بيست كده، بس اشيل الكونسول دوت رايت لاين واشيل التو اكسل دي، هكملها هناك عندي في كل ميثود موجوده من الميثودز اللي موجوده اللي هو الاكسل والبي دي اف والوورد. تمام. انا هنا جهزت كل الميثودز اللي موجوده عندي اللي على مستوى البيرنت كلاس، اللي انا لو احتجت اغيرهم على مستوى البيرنت كلاس. طيب انا عندي بقى في اللي هي الفورمات، لو احنا جينا بصينا هنا انا عندي الفورماتنج وعندي السيف، الاثنين دول بيتغيروا في كل كلاس عندي على مستوى ده اكسل ولا ده وورد ولا ده بي دي اف. فانا هاجي هنا كل اللي هعمله هقول له بروتكتد، واقول له ابستراكت ميثود، واقول له هنا string فورمات، وادي له الريبورت، وهاجي برضه هعمل بروتكتد وابستراكت، واقول له فويد، وادي له الميثود اللي هي سيف. الاثنين دول هقول له هنا string formatted. الاثنين دول هيتنفذوا الامبلمنتيشن بتاعهم على مستوى الاكسل كلاس والبي دي اف كلاس والوورد كلاس، مش هيتنفذوا على مستوى البيرنت كلاس. طيب ممتاز جدا. هاجي هنا بعد كده بقى اعمل له هنا ميثود عشان خاطر انادي عليها مره واحده عندي في البروجرام كلاس. هقول له هنا public، واقول له void، وهنا اقول له export. الميثود دي هتاخد الريبورت عندي، وهاجي هنا كل اللي هعمله اول حاجه هقول له console دوت رايت لاين، واقول له get الهيدر. اول حاجه عندي هجيب الهيدر. بعد كده هقول له fetch الداتا، بعد fetch الداتا هقول له var formatted، الفورمات اللي عندي هيكون ايه، واقول له هنا equal format، وادي له الريبورت. بعد كده هسيف الداتا او هسيف الفورمات هنا، بس اقول له سيف. بعد السيف هنجيب من هنا، بعد السيف هنعمل اللوجينج والاوديتنج. طيب ممتاز جدا. هقول له هنا لوج، واقول له ريبورت، واجي هنا الاوديتنج برضو اقول له اوديت، واقول له وادي له الريبورت بتاعي.
فانا جهزت كده البيرنت كلاس. كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هروح انادي على البيرنت كلاس او اي كلاس منهم واقول له اكسبورت، هيروح ينفذ لي كل الحاجات دي. هيروح ينفذ من البيرنت كلاس الحاجات اللي احنا عملنا لها امبلمنتيشن دي، اللي هم الاربعه ميثودز دول. حبيت اعمل اوفر رايد عليهم هعمل، ما حبيتش ان انا اعمل اوفر رايد على اي حاجه منهم هاخدهم من الهيدر او من البيرنت كلاس جاهزين. لو حبيت اعدل اروح اعدل مره واحده في البيرنت كلاس. طيب هاجي على مستوى بقى الكلاس الثانيه اللي هو الاكسل او الوورد او البي دي اف، هاجي هنا اقول له نيو اكسل اكسبورتر، واجي هنا اخليه امبلمنت من الكلاس اللي هو ريبورت اكسبورتر تمبلت، اقول له هنا كده بابليك، واجي انزل الميثودز اللي موجوده عندي اللي هم التو ميثودز اللي هو الفورمات واللي هو السيف. هاجي هنا في الفورمات، كل اللي انا هعمله في الفورمات هاجي هنا في الفورمات هاخد نفس اللي موجود عندي هنا ده زي ما هو، واجي هنا اقول له ريتيرن وانزل نفس الرساله اللي هي فورماتنج از اكسل. طيب ممتاز جدا. وهاجي في السيف، كل اللي انا هعمله في السيف هاجي اقول له كونسول دوت رايت لاين، واجي اقول له فورماتد، وبعد كده اقول له كونسول دوت رايت لاين، واجي اقول له هنا سيفنج اكسل فايل. طيب جميل جدا. هاجي بعد كده انا عندي، احنا قلنا في الهيدر اللي هو ده هنزود بس ان هو تو اكسل او تو بي دي اف او تو وورد. فكل اللي انا هاجي اعمله هنا هاجي اقول له اعمل لي اوفر رايد على الميثود اللي هي جيت هيدر، واجي هنا كل اللي انا هعمله هاجي اقول له بلس واقول له تو اكسل. طيب ممتاز جدا لحد هنا. يبقى انا كده عملت، انا عندي اللي هو الاكسل اكسبورتر، وخدت من الريبورت اكسبورتر تمبلت، ولو انا حبيت اغير في الفيتشنج داتا او الاوديتنج او اللوج هاجي اغير على مستوى البيرنت كلاس، مش هغير على مستوى السب كلاسز نفسهم. طيب هاجي بعد كده انا عندي البي دي اف، هقول له هنا نيو بي دي اف اكسبورتر، هاجي برضو نفس النظام امبلمنت اللي هو الكلاس اللي هو الريبورت اكسبورتر تمبلت، واجي اقول له هنا بابليك، واجي بعد كده انزل الميثودز اللي موجوده عندي. كل اللي انا هعمله هاخد بس اللي هنا كده كوبي بيست عشان ما اقعدش اكتب الكود مره ثانيه، واجي هنا في النيو بي دي اف اعمل لهم بيست، واجي هنا اقول له بي دي اف، تمام، واجي هنا اقول له سيفنج بي دي اف فايل، واجي هنا اقول له فورماتنج از بي دي اف. طيب ممتاز جدا. هاجي بقى بعد كده اخر حاجه موجوده عندي اللي هو الوورد، هاجي اقول له نيو وورد اكسبورتر، واجي اقول له هنا بابليك، وبعد كده برضو هعمل انهيرت من الريبورت اكسبورتر تمبلت، واجي نفس النظام اخد نفس الكود اللي موجود عندي في البي دي اف او في الاكسل اخده كوبي بيست، بس هغير هنا اقول له هنا وورد، واجي هنا برضو اقول له سيفنج وورد فايل، واجي هنا اقول له فورماتنج از وورد. طيب ممتاز جدا لحد هنا. يبقى احنا نراجع اللي احنا قلناه، ان هو اول حاجه احنا عملنا الريبورت اكسبورتر تمبلت، ده التمبلت اللي موجود عندي. كل اللي هيعمله التمبلت ده هو بياخد كل الميثودز اللي موجوده في البيرنت كلاس، بس اللي انا ممكن اعمل اوفر رايد على اي ميثود منهم، وفي هنا تو ابستراكت ميثودز، الاثنين دول هيعمل لهم امبلمنتيشن على مستوى السب كلاسز نفسهم، عشان خاطر دول المتغيرين، دول الفورماتنج نفسهم او السيف نفسه اللي بيحصل على مستوى كل فورمات فيهم. طيب هاجي بعد كده في البروجرام كلاس، هنا كل اللي انا هعمله هاجي اعمل هنا كومنت دول كده، واجي اقول له ان الريبورت اكسبورتر تمبلت، اجي بس هنا كده اعمل له يوزنج، واجي اقول له هنا اكسبورتر، بعد كده هقول له ان الاكسبورتر اللي معايا ايكوال نيو بي دي اف ايكوال نيو بي دي اف اكسبورتر، واجي اقول له ان الاكسبورتر دوت اكسبورت، نفس النظام اقول له ان الاكسبورتر ايكوال نيو وورد ايكوال نيو وورد اكسبورتر، واجي اقول له اكسبورتر دوت اكسبورت. طيب ممتاز جدا. دي له برضو الريبورت، وهاجي اخر حاجه اقول له برضو ان الاكسبورتر بتاعي ايكوال نيو اكسل اكسبورتر، واجي اقول له الاكسبورتر نفسه دوت اكسبورت وادي له الريبورت. طيب انا هنا كل اللي انا عملته
خدت الكلاسز اللي موجوده عندي وعملت اكسبورت على حسب الفورمات، كل فورمات منهم على حسب الفورمات بتاعه بيرجعني الشكل ان كان بي دي اف ولا وورد ولا اكسل. لو انا جيت رنيت الابلكيشن بتاعي دلوقتي، لو احنا جينا بصينا هنا كل اللي هو عمله قال لي اكسبورتنج ويكلي سمري تو بي دي اف، وقال لي فيتشنج داتا وفورماتنج از بي دي اف وسيفنج بي دي اف فايل واللوجنج والاوديتنج. تمام، هو كده خلص اول حاجه اللي هو البي دي اف، بعد كده جه عمل فيتشنج داتا بعد كده للوورد، وقال لي ان هو فورماتنج از وورد وسيفنج وورد فايل واللوجنج والاوديتنج. طيب ممتاز جدا، وبرده نفس النظام عمل مع الاكسل. فانا هنا اللي استفدته من التمبلت ميثود ان انا على مستوى كلاس واحد عملت امبلمنتيشن لبعض الميثودز اللي موجوده الاساسيه، وفي بعض الميثودز الثانيه خليتهم على مستوى السب كلاسز يتعمل لهم امبلمنتيشن، عشان خاطر اوفر بدل ما انا كل شويه عملت اكسبورت للاكسل وعملت اكسبورت للبي دي اف وقعدت اكتب الكود في كل مكان حتى الكود المتكرر. لا، انا خدت الكود اللي هو هيتكرر معايا حطيته في ابستراكت كلاس وعملت له الامبلمنتيشن بتاعه فوق، وبعد كده في السب كلاسز عملت امبلمنتيشن للحاجات المتغيره. فهو ده التمبلت ميثود، اتمنى ان هو يكون وصل للناس، وان شاء الله اسيب لكم الكود في الديسكربشن، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.